اهلا وسهلا فيكم مشاهديني بكل مكان. انا باسل حمدو، مراسل تلفزيون رياضي وصحفي استقصائي رياضي. ساتحدث في هذه الحلقه من سبورت انسايدر عن وزاره الشباب والرياضه السوريه، عن المرشح القادم، عن الخطط القادمه للحكومه، وخاصه بانه سمعنا خلال الفتره الماضيه ونشرت هذا الكلام بشكل حصري عبر صفحه سبورت انسايدر بانه وزاره الشباب والرياضه سيطالها التغيير. التشكيلة الحكومية القادمة ستكون بدون وزير الشباب والرياضة الحالي السيد محمد سامح الحامض. سيكون هناك حتى هذه اللحظة شخصيتين طرحت أسمائهم، شخصية رياضية لكن لا تملك خبرة إدارية، وشخصية إدارية أمنية ولكن ليس لديها خلفية رياضية. طبعا يعني كثيرين سألوني بعد ما نشرت البوست عن الأسماء، لذلك حبيت أطرح هاي الأسماء بشكل مباشر لنشرح أكثر تفاصيل عنها. لنحكي أكثر هل هي قادرة بالفعل أنه تقوم بعمل جبار خلال الفترة القادمة، خاصة بأنه بعد ما فشت وزارة الشباب والرياضة بالفترة الماضية نحن بننتظر كثير التشكيل الحكومي ليعوض السوريين على الفترة اللي مضت، ليعوض العمل المفقود في وزارة الشباب والرياضة. في صراحة عمل خارج الكواليس عم بيتم لا تحسين الأوضاع في وزارة الشباب والرياضة. اسمين تم طرحهم. الاسم الأول هو الحكم الدولي السوري السابق الخبير التحكيمي الكبير الكابتن جمال الشريف، وأيضا اسم آخر هي شخصية أمنية كانت تلعب دور وحصلت على عدة مناصب في حكومة الإنقاذ وفي مدينة إدلب سابقا، لكن الشخصية الأخرى سأبتعد عن طرح اسمها صراحة بشكل واضح. لكن هذه الشخصية هي ليس لديها خلفية رياضية. هي شخصية عاشقة نعم لكرة القدم للرياضة، لكن ليس لديها خبرة رياضية. واعتقد بانه هي مساله فيها عوامل ايجابيه وفيها عوامل ايضا سلبيه، لانه ليس كل من لعب كره القدم هو قادر على اداره كره القدم، وليس كل من لم يلعب كره القدم هو ايضا غير قادر على اداره كره القدم واداره الرياضه بشكل عام. لكن لو حكينا اكثر عن لو حصل هذا التغيير، هل ستنجح وزاره الشباب والرياضه؟ باعتقادي الشخصي المشكله ما كانت بشخص السيد الوزير. انا شخصيا بقول انه الجهة الأشخاص الموجودين حواليه يلي هن اجوا معه صراحة من مدينة إدلب وتولوا إدارة الملفات، سواء إدارة المنشآت، سواء كمستشارين، سواء كرؤساء اتحادات، هن أيضا جزء كبير من المشكلة. لأنه السيد محمد سامح الحامض كان غائب بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية بسبب تلقيه العلاج. نتمنى له الشفاء، لكن كان غير قادر على ممارسة مهامه في الفترة الماضية، وبالتالي يلي لعبوا دور كبير من الملفات هن الأشخاص اللي حواليه اللي جابهم معه من إدلب، اللي كانوا عم يشتغلوا بحكومة الإنقاذ. صراحة هن الأشخاص يلي عاثوا فساد في الملفات. بنتمنى انه بالفتره القادمه، طبعا هذا الامر متروك للوزير، يعني عندما يتم طرح اسم الوزير وبعد ان يتم تنصيب الوزير، الوزير هو مسؤول عن تنصيب مستشاريه. فاذا ما بقي الحال كما هو عليه وفقط تغير شخصة السيد الوزير، بكل تاكيد اعتقد انه راح تعاني وزاره الشباب والرياضه، لانه جزء كبير من العوامل لا زال موجود. لذلك باعتقادي انه لازم خلال الفتره القادمه لازم كمان نركز على نقطه، انه الاشخاص الفاسدين اللي كانوا باتحاد الرياضي العام سابقا هن ايضا حاليا جزء من وزاره الشباب والرياضه، وايضا عم بيعيثوا فساد في ملفات الرياضه السوريه، وجزء كبير منهم من المتورطين اساسا بالفساد، سواء الفساد المالي وسواء الفساد الاخلاقي، وهم يديرون الان حاليا مع وزاره الشباب والرياضه الملفات. وبالتالي انا شخصيا بشوف انه يجب نسف الكادر او الهيكل الاداري كامل لوزاره الشباب والرياضه، استقطاب شخصيات اداريه. يعني اذا ما تسلم جمال الشريف منصب وزاره الشباب والرياضه، يجب عليه الاستفاده من مناصب من شخصيات لديها خبره اداريا
لإدارة كثير من الملفات، وهي أشخاص صراحة موجودين، سواء يلي عم يعمل بالخليج، سواء يلي عم يعمل مع الفيفا. لذلك بعتقد هذا الأمر ما صعب أبدا، لكن يجب أن تتوفر الإرادة في وزير الشباب والرياضة، يجب أن تتوفر أيضا الصلاحيات الكاملة لدى وزير الشباب والرياضة. أما في حال استلمت الشخصية الأمنية اللي تحدثت عنها، باعتقادي لازم يحصل العكس، يعني يجلب كوادر مارست رياضة كرة القدم، بالإضافة إلى شخصيات ناجحة إداريا ليتمكن من إدارة ملف الرياضة السورية. لأنه نحن اليوم مع إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا، ومع وجود نية ب يعني إعادة هيكلة المنشآت الرياضية في سوريا، وإعادة صيانتها وإعادتها إلى العمل، باعتقادي بأنه نحن بحاجة على التواصل أكثر مع الجهات العالمية. يجب أن نكون مقنعين بتواصلنا، يجب أن نقدم ملفات الرياضة السورية، الحصول على دعم دولي وأقليمي من الاتحادات الإقليمية أو الاتحادات القارية أو حتى الاتحاد الدولي لعودة الرياضة السورية، لإقناعهم أيضا من جديد بأنه قادرين على استضافة المنتخبات والأندية التي ستلعب على الأراضي السورية وضد الأندية والمنتخبات السورية في البطولات القارية والبطولات الإقليمية. لذلك بعتقد شخصيا لازم يكون في إعادة هيكلة كاملة لوزارة الشباب والرياضة. طبعا متى سيكون موعد التغيير الوزاري؟ حاليا الموعد أنه سيكون في شهر مارس آذار القادم، لكن ربما بسبب الأمور التي تحصل على الأرض، بسبب الأمور السياسية، ربما يتم تأجيله بضعة شهور، لكن هو قادم بكل تأكيد. طبعا السيد الوزير يعني بالأمس نشر بوست إذا كان هناك يعني عن النقد، إذا هو لا يمانع من تقديم الاستقالة. بعتقد شخصيا أنه ممكن يقدم استقالته خلال الفترة القادمة قبل أن يتم تغيير يعني التغيير الوزاري وإزالته. بعتقد أنه شخصيا يعني وجود الشخص محمد سامح الحامض كان خلال الفترة الماضية جيد، لكن كنا بنتمنى يكون في عمل أكبر. هو شخصية نزيهة، شخصية بصراحة يعني لم تكن سيئة في تعاملها حتى مع الرياضيين، لكن يوجد أيضا مشكلة أساسية، عدم وجود خبرة إدارية، ووجود الأشخاص حول السيد محمد سامح الحامض الذين كانوا يديرون الملفات صراحة في الواقع، وهو أمر يجب أن نتلافاه مستقبلا. إعادة هيكلة الوزارة بشكل كامل هو المطلب الأساسي للجماهير الرياضية السورية. أتمنى إن شاء الله أن نشاهد هذا الأمر، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. تقبلوا من كل التحيات، بإمكانكم الضغط على الجرس وعلى زر الاشتراك لمتابعة الحلقات القادمة التي سأكشف فيها الكثير من الملفات والكثير من الوثائق التي تتحدث عن الرياضة السورية، ونتحدث عما لا يقال وربما لا يقال إلا عبر قناتي وعبر برنامج سبورت إنسايدر. إلى اللقاء.